لو فاكر إنك شفت كل جمال النباتات المائية قبل كده استنى. النهاردة جايب لكم مجموعة من أندر وأجمل النباتات اللي ممكن تشوفها في حياتك، وكل واحدة فيهم ليها طابعها الخاص وسحرها المختلف. بص كده على الهيبرس لوزارينيا، شكلها الناعم وأوراقها كأنها مرسومة بريشة فيها تناغم يريح العين. وجنبها الليموفيليا أكواتيكا، لونها الأخضر الفاتح المايل للأصفر، وبالظهر بتاعها البنفسجي بيعمل طبقة حيوية في أي سكيب. أما الكريبتوكرين سبرايلاس تايجر فدي حاجة تانية خالص، أوراقها فيها خطوط وتعريجات تخليها تبان كأنها نبات بري خارج من الغابة نفسها. ودلوقتي شوف الجيراتولا فيسيدولا، النعومة في شكلها بتخليها مثالية للصفوف الأمامية وبتكمل المشهد من غير ما تغطي على باقي النباتات. وبعدين اللوجيا تورنادو، أوراقها بتلف حوالين نفسها كأنها رقصة وسط تيار مائي. وفي النص هتلاقي المنينة ثانية جولدن، اللون الذهبي بتاعها بيدي لمسة فخمة لأي تصميم. أما اللوجيا ميني سوبر ريد فده لون ناري يخطف الأنظار، الأحمر فيها مش مجرد لون، ده شغف. وبالتدريج بعدها روتالا فروليدا رومينسون سانسيت، أوراقها عاملة تدريج ما بين الأصفر للأحمر زي غروب الشمس في آخر اليوم، مع لمسة من اللون البنفسجي الغامق. والتحفة بقى المدغشقر، أوراقها الشفافة والرقيقة من أرقى النباتات اللي ممكن تحطها في الحوض، وبتدي إحساس بالنقاء والرقي. وفي الخلفية اليلو كومومبا بتكمل التوازن بألوانها الهادية والمريحة. والختام دايما مع ملكة الروتالا ماكاندر، اللون الأحمر القوي اللي بيخلي أي سكيب بيبقى حي ومتزن. كل نبات من دول بيتحط بإيد وحساب عشان نخلق مشهد طبيعي متكامل وفيه ألوان مستويات وعمق يخليك تحس إنك واقف قدام لوحة بتتنفس. أنا يوسف وحيد، وده كان عرض بسيط من الجمال اللي بيكبر يوم ورا يوم. سلام.